سلام حبوباتي، اليوم جبت لكم لبيني هايلين ومنفخين نحتاجوهم لقهوة الصباح ولا قهوة العشية. واش نحتاجو في هذه الوصفة؟ 3 كيسان فرينة، بيضة، 3 ملاعق كبار سكر، مغرف صغيرة خميرة الخبز، 3 ملاعق كبار زيت، كاس حليب دافي، خميرة الحلوى ولافاني. نروحوا لطريقة التحضير مباشرة. كما تعرفوني البنات، انا دايما عندي خليطي جليطي، يعني كامل هاد المواصفات اللي قلت لكم عليهم كامل حطوهم مع بعض. وشنو انا هنا نسيت ما ذكرت لكمش اهم حاجة اللي هي الملح. ضيفي لازم، انا ضفت الملح بصح لازم حبيبتي تضيفيه عندك تنسايه انك تقولي ما وريتهوناش ما كان له الملح كوما تحطيهش يجيوك سانطين. يعني هنايا بالوصفه اللي درت لكم انا نحتاجو نص ملعقه ملح، نص ملعقه ملح، ملعقه صغيره ملح. هنا رانا نحطو في الخميره كلش في بعضه كامل المكونات اللي حكينا عليهم. خليطي جليطي سيداتي تيجي بنينه بزاف. هذه البيني كنا ناكلوهم على شط البحر، كنا كل ما نروحوا شط البحر يجيو هذوك اللي يبيعوا نشريوهم عليهم. بصح صدقوني هذا الوصفه راح تنسيكم في كامل اللي كليتوهم في حياتكم، وتولي حبيبتي انتيا في الصيف خدميهم في دارك وديهم. اول حاجه تكوني خدمتك مضمونه، مانيش نفسد عليهم، حتى هما نضاف، حتى هما جاو مصرات لنا حاجه كلينا على يديهم، جاو مصرات لنا حاجه. بصح ما تلقاش كيما تخدمي حاجه بيدك وتديها وتفرحي لا فامي ديالك. حبيبتي انا قناتي جديده، اللي ما مشتركاش في القناه تشترك، ونتمنى تبارطاجيو القناه تاعي، باش ان شاء الله نولي نجيب لكم حوايج جدد، حوايج ملاح. هنا راني نضيف في الملح، اللي نسيت ما صورته لكمش. ونبداو نحطوا الحليب بشويه، يعني ما نحطوش الحليب كامل، نحطوه بشويه. هنا حبيبتي بعد ما نحطوا الحليب راح تبان لكم باللي ما نباليش، تبان لكم باللي العجينه تتلصق، تبان لكم باللي راهي ناقصه فرينه، تبان لكم بصح خلوها هكاك، راهي هكاك تيجي وصدقوني حبيباتي الوصفة راهي ناجحة ناجحة 100%. وشنو تبعوني كيما درت لكم بالتفصيل البنات. هنايا رانا بعد ما لمينا العجينة، هنا راني لميتها، نحيت كامل هذيك العجينة من يدي اللي كانت متلصقة في يدي بلا ما زدت الفرينة، نحيتها غطيت العجينة تاعي حبوباتي. ونخلو العجينة ترتاح لمدة نص ساعة واكثر. يعني اذا كان الجو عندكم بارد خلوها اكثر من نص ساعة، اذا كانت عندكم الجو سخانة ودرتوا هذا الوصفة في الصيف ربع ساعة يكفيها حبوباتي. هنا ندلكو العجينة، نحطو على طاولة العمل تاعنا، نحطو الفرينة وندلكو. حطي الفرينة ودلكي. هنا حبوباتي انا ما عنديش طابع مدور، اذا عندك طابع مدور استخدمي طابع مدور، تحبي تشري طابع مدور اشري طابع مدور. انا هنا استخدمت الغطايه تاع السكر ديالي، راني نطبع بالغطايه تاع السكر حبوباتي. اي حاجه مدوره عندكم تكزيستي. هنا نحيو كامل هذوك الزوائد، نحيو كامل هذوك الزوائد كما قلنا ونخليوهم يرتاحوا شويه. يعني هذوك الزوائد نعاودو نرجعوهم يرتاحوا. هنايا تاني الطوابع اللي درناهم نخلوهم يرتاحوا لمدة ربع ساعة، يعني لازم ربع ساعة، يعني قد ما يطولوا هنايا تجيكم النتيجة رائعة. حبيباتي كتروا الزيت، هنا ماكش عندي زيت بزاف، حطيت على قدي. شوفوا حبيباتي درك الكعبة تاعنا كيفاش تيجي تتنفخ، شوفوا شوفوا شوفوا، يعني يجيو هايلين من داخل فارغين. تحشيهم حبيبتي، عفوا ضيفي تحط احشي، ضيفي حطي كيما تحبي، فهميها فهميها. المهم نحطوا لهم كونفيتير، نحبوا نحطوا لهم شيكولا، نحبوا نخليوهم هكذا كيجيو بزاف بنان. حبوباتي ما تهتموش بالشكل، ما جاونيش مدورين بزاف، لانه انا خدمت بزربه هنايا، كنت مانيش قاعده فليكيديت وخلاص. حبوباتي نتوما هزوها بشويه وحطوها بشويه تجيكم مدوره وباهيه. بصح المهم في البنه، شفتوا هنايا راني درتها 3 ايام ورا بعضها. اللي ذاقوها هما يقولوا لي ديرها لنا، ديريها لنا في الفطور مع العشيه، ديريها لنا مع العشيه، ديريها لنا. انا راني حشيتها باوبتيلا، انا نحب شيكولات اوبتيلا. راني حطيت، انت ديري لها واش تحبي، اوبتيلا، نوتيلا، كونفيتير، تحبي تخليها هكذاك تيجي بنينه. حتى لو كان هكذاك تيجي بنينه. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه حبوباتي. شوفوا شوفوا كيفاش حاله فمها. نتمنى تعجبكم الوصفه، وما تنساوش ديروا لي جام وتشتركوا في القناه اذا ما كنتوش مشتركين.
وحبوباتي ما تنساونيش من البارطاج وتدعموني وخليوا لي كلمة حلوة تشجعني، وشكرا لكم وشكرا لكامل اللي راهم معايا، والسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في وصفة جديدة. باي باي.